السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده هنعمل حاجة جميلة خالص معانا. يلا نحط المكونات في الخلاط ونوريكم احلى وصفة النهارده هتعجبكم خالص. يلا بينا. اول حاجة في الوصفة نجيب 2 بيضة، نروح نازلين بهم في الخلاط كده. يبقى 2 من البيض. نروح جايبين المعلقه معانا كده، او تاني حاجه نروح نازلين بكوب من اللبن، ونروح جايبين معانا اللهم صل على النبي يعتبر ذره ملح كده اهي، طرف معلقه كده. ونروح نازلين بمعلقتين سكر بودر او سكر خشن عادي، بس المفروض يبقى بودر. معلقتين سكر اهما. ورحت معايا اللهم صل على حضره النبي، هروح نازله معايا يعتبر بمعلقه خل عشان البيض الزفاره، واروح نازله معايا ب3 4 معالق زيت اهو. بصوا عشان بصوا يعني عشان اعير لكم، ادي معلقه 2 3 4. الزيت دي بقى اللي بيخليها هشه وبيخليها جميله خالص. واروح نازله معايا يعتبر بنص معايا كوب يعتبر مقدار اللبن اهو. لا انا هروح نازله بنصه بس. واروح نازله معايا رحت نازله معايا بكوب من الدقيق كده. نضرب ضربه كده ونرجع نكمل مقدار الدقيق تاني، ولو عوزنا دقيق هنحط تاني. ونشوف معاكم احلى وصفه بيتزا سايله في الخلاط، مش هتكمل معانا 5 دقايق. يبقى احنا كده حطينا معانا كوبايه دقيق، نروح جايبين كوبايه الا ربع معانا كمان دقيق، ونروح برضو ضاربين ضربه جامده كده. ونص الكوبايه الميه برضو هنحط علشان يبقى العجينه معانا كتيره ومتوفره معانا. اخر خطوه معايا روح جايبه معلقه بيكنج باودر، معلقه كبيره. وطبعا برضو حسيت بصوا ان الخليط برضو يعتبر لسه سايب شويه، ففضلت برضو ان انا اكمل كوبايه تانية يعتبر دقيق. يبقى احنا كده يعتبر حطينا كوبايه لبن، كوبايه ميه، كوبايتين دقيق، يبقى كوبايتين قصاد الكوبايتين. ومعايا اخر خطوه برضو كده، بعد ما حطينا البيكنج باودر احط باكل الخميره دي معايا، وابدا ان انا اقلب الخليط ده كله مع بعضه كده. واوريكم بقى احلى بيتزا سايبه. احطها في الصينيه كده ونزينها تزيينه محترمه 100 100، ونوريكم احلى بيتزا النهارده. يبقى رحت نازله معايا كده في الصينيه بشويه زيت، افردهم كده في ارضيه الصينيه. وابدا ان انا اوزع الزيت كده في الصينيه. اكبر حاجه الصينيه عندي كده، قلت ان هي تكون بحيطتها عاليه كده، مش في اي مشكله. وابدا ان انا اعمل الاحراف كده عشان لو ارتفعت ولا حاجه مش تلزق في الجناب يعني. وروح جايبه معايا يعتبر رشه دقيق، لو عايزه تحطي ورق زبده مش في اي منع خالص من اي حاجه. طبعا بقى ورق البيتزا السايبه دي بقى ولا عجين ولا فرد ولا اي حاجه، دي مريحه جدا، يعتبر زي اللهم صل على النبي، زي العجينه بتاعت الكريب. بين ايديكي كده وتوزع الدقيق. ونجيب البيتزا بتاعتنا نوزعها كده في الصينيه ونوريكم. يبقى خلاص بعد ما فرمنا معانا بصوا عجينه البيتزا زي الكريب خالص. بصوا سايبه ازاي، ده طبعا بالمعلقه، وقعدنا نعمل احراف الخلاط كده لحد ما شفنا القوام اللي هو السايب اللي انتوا شايفينه، هي زي عجينه الكريب بالظبط. ونروح نازلين نجيب الصينيه كده اهو، نوزع كده براحتنا خالص، هتبقى ما شاء الله زي العسل. هنوريكم كده احلى بيتزا كده ممتازه ورائعه. بصوا هتجربوها وهتقولوا لي رايكم. طبعا البيتزا طبعا معانا بتبقى ناجحه خالص ان شاء الله. نبدا ان احنا نعمل كده الخلاط كده. ولعنا طبعا الفرن بتاعنا ولعه كده متوسطه، مش شرط ان هي تتحمر من فوق. هنحطها يعتبر 5 دقايق كده لحد ما تتماسك كده وترتفع شويه، ونوريكم احلى بيتزا. نحضر بقى معاكم الحاجه اللي هنحطها على وشها على ما تطلع من الفرن كده. بسم الله ما شاء الله، دخلناها الفرن كده خلاص على درجه حراره متوسطه كده. انا عندي طبعا فرن من العادي. طبعا في العجينه وانت بتعجن احنا حطينا كوبايتين دقيق على كوبايه لبن وكوبايه ميه، يعني كوبايتين قصاد كوبايتين. لو انت حابه ان انت تفضلي الميه مكان اللبن مش في اي مشكله، وبيطلع جميل وزي العسل. روحي جايبه صلصه من اللي هي المعلبه دي 3 معالق او 4 اهم. وروحي جايبه معايا شويه كمون صغيره. وروحي جايبه شويه ملح برده بسيطه خالص، لان احنا حاطين ملح فيها خالص. ومعايا شويه زعتر بس ناعم.
واروح نازله بمعلقتين من اللي هو الايه الكاتشب غامق شويه عشان يخليها ايه منظرها جميل كده. واروح جايه عينه بقى طبعا جايبه ايه معلقه الزيت الايه اللي هتبقى تخلي لها ايه لمعه حلوه كده. يبقى هي دي كل المكونات بتاعتنا اللي احنا هنحطها على ايه على الوش اللي هو بتاع البيتزا كده. يبقى هي دي كل المكونات اللي احنا هنحطها على الوش الصينيه بتاعتنا بتاعت البيتزا. طبعا كل اللي عينك يبقى في التلاجة ممكن تطلعيه. روحي جايبه معايا طماطم مقطعه مكعبات وفلفل حار لو انت مش حابه مش هتحطيه، لو فلفل اخضر الوان يبقى افضل، بس انا صراحه المتفضل عندي دي. وروحي جايبه معايا زيتون بس مش لقيته اسمر برده. وروحي جايبه معايا الخطوه الثالثه اللي هو الايه اللانشون كده نزين بيه، ومعانا جبنه الموتزاريلا تطلع صينيه ونوريكم احلى تشكيله كده، ونوريكم احلى بيتزا سايله جميله خالص يعتبر عجينه تزيج عجينه الكريب. وبالف هنا وصحه. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو مش تنسي الاشتراك، ونشوف مع بعض احلى بيتزا النهارده. يبقى كده بسم الله ما شاء الله طلعت من الفرن، شايفين بصوا متماسكه وجميله خالص. يبقى اروح جايبه الكبشه معانا كده وبدات ان انا ايه يعتبر اخليك فيها كده على قد ما تقدري اهو، جميله خالص وممتازه. واروح جايبه معانا بقى الصلصه اللي احنا عملناها كده، واروح نازله على ايه على وش البيتزا. بصوا والله العظيم يا جماعه جميله جدا 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 اهي. الريحه بقى مش هقول لكم بالله ممتازه، يعني مش قادره اعبر لكم ازاي اهي. احنا حدنا اكتر حاجه بنحبها اللي هي ايه المعجنات دي. بصوا يعني اولادي بيعشقوها موت اهو كده. حابه ان انت كفايه كده براحتك، عايزه ان انت تخلصي الكميه اللي احنا عملناها، بس انا ايه برضو بحب الصلصه عليها كده بتدي لها ايه زي طعامه كده وتبقى طريه وجوسي وجميله خالص. وابدا ان انا بقى احط الطماطم بتاعتي برضو. حابه ان انت مش هتحطي طماطم، انت كده كده حاطه صلصه يعتبر وكاتشب، يعني بصي هي يعتبر مقاديه للطماطم برضو اهي. بس اللي انا هحطه بقى التركيه اللي انا مش هحطها الفلفل لان هو حر، وانا مش كان عندي رومي، فانا حبيت اقطعه واوريكم برضو علشان ايه مش تقولوا مش حاطه فلفل، هو حار. هي دي اللي كانت يعتبر زي بلدي عندي كده اهي. واروح نازله معايا بالجبنه الموتزاريلا هذا كده في الاول كده، واروح رشه معايا طبعا الايه الزيتون على حسب ما انت عايزه الكميه، حباه حطيه مش حباه برضو عادي خالص، بس الزيتون بيخلي له طعم، بس طبعا مش الكتري علشان الزيتون برضو ايه يعتبر حادق كده فممكن يحدق الايه الوصفه منك. حاجه في المعقول بتبقى حلوه طبعا. وروحي جايبه معايا اللانشون طبعا قطعته كده دواير كده حلقات كده اهو ما شاء الله. بصوا منظرها جميل خالص، مش قادره اقول لكم ايه ازاي. طبعا انتوا شايفين معايا هو مش خدت معايا يعتبر 5 دقايق. واروح نازله معايا بقى برشه جبنه موتزاريلا جامده كده، طبعا هي طالعه من الفريزر. طبعا نحط على قد ما ايه ما نقدر، لان انا اصلا بحب الايه جبنه الموتزاريلا يعني بتبقى ايه بتدي لها ايه طعامه كده ومطه كده وايه بتبقى جميله خالص. نفتح الكيس كده على الاخر ونطلع معانا وايه زي نفركها كده عشان هي لسه ايه متلجه ان شاء الله عسل. ايه رايكم بقى يلا بقى الفرن ندخلها يعتبر هي احمرت من تحت يعتبر واخده نص سوا. يلا بقى ندخلها معانا في الشوايه في الفرن اللي هو بتاع البوتاجاز ونوريكم منظرها كده ونقطعها معاكم ونوريكم احلى بيتزا النهارده. يبقى كده بسم الله ما شاء الله يعتبر قعدت يعتبر 7 دقايق كده بجبنه الموتزاريلا طبعا من تحت. بصوا في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه. يلا مع بعض كده نقطع حته ونوريكم ايه بسم الله ما شاء الله. شايفين اسفنجيه وجميله خالص ازاي اهو. يبقى كده بسم الله ما شاء الله شايفين. بصوا يعني بصوا مش قادره اقول لكم هي عامله ازاي وشكلها عامل ازاي وطعمها بصوا خرافه يعني. بصوا في منتهى الروعه وفي منتهى الجمال. هشه ده اول حاجه. بصوا تحسي ان انت عشان يعتبر كانت سايبه تحسي ان هي مش هتستوي، حاجه جميله خالص. يا رب تكون عجبكم كده فيديو بسيط وعلى قد الايد. هو طبعا اولادنا الايام دي هم بيحبوا الحاجات دي. يا رب تنولوا اعجابكم كده ودايما مع بعض على خير كده يا ربي. ونشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه واشوفكم على خير واسيبكم على لا اله الا الله واشوفكم في فيديو جديد مع الف سلامه يا حبايبي.